كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بنجهز في تحضيرات رمضان، وهنحضر العيش البلدي لسحور وفطور رمضان بطريقة سهلة من غير فرن ولا مطرحة. واللهم بارك، العيش كله هيرتفع. بس يا ريت تتابعيني للآخر علشان في خطوات مهمة جدا هقولك عليها، ويا ريت لو أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. أنا النهاردة هعمل معاكم كيلو دقيق. الدقيق اللي أنا هعمله النهاردة دقيق قمح، أنا عاملاه زيرو، بس ينفع معاكي أي دقيق. في الاول انا نزلت ب 600 جرام ميه، يعني 3 كوبايات ميه، والميه دافيه، وضفت فيها معلقه وربع خميره، وضفت فيها كمان معلقه سكر، وقلبت كده الخميره في الاول علشان اتاكد ان الخميره نشطه ولا لا. لو عملت بقى معاكي فقاعات وانت بتقلبيها يبقى كده الخميره نشطه تقدري تشتغلي بيها. ولازم بقى تعملي الخطوه دي في الشتاء علشان تتاكدي ان الخميره نشطه. بعد كده هننزل بقى بالدقيق، والدقيق احنا نخلينه. ومع الدقيق ما ننساش رشة الملح اللي بتظبط معانا اي معجنات. وفي اول العجين لازم نعجن العجينة يابسة، ونحتاجت معانا مية ننزل واحدة واحدة. يعني انا احتجت كده مية، نزلت بقى على الدقيق لحد ما الدقيق اختفى، وبعد كده بلدت العجينة زي ما انتوا شايفينها كده على اليابس. بس بعد كده انا هضطر فيها واحدة واحدة. اهم حاجة بقى في المعجنات هي خطوات العجين. لو ظبطت العجينة بقية الخطوات كلها هتكون سهلة ومش هتبقى صعبة خالص. وعلشان تظبطي العجينة يا ريت تعجنيها عجينة يابسة في اي معجنات. ونحتاجت بقى معاكي مية، انزلي بالمية واحدة واحدة. اهم حاجة في الشتاء التدفئة، وكمان ما نطولش في وقت العجين، والمية اللي بنعجن بيها تكون مية دافية. وادي بقى شكل العجينة في الاخر. نضغط على العجينة نلاقيها طرية، وفيها كده تلزيق على بسيط، بس العجينة كده في الوسط، يعني مش طرية قوي بتتلزق جامد، ولا يابسة قوي. اخر ما بخلص عجين على طول بقطع، يعني ما بسيبهاش تخمر، هنسيبها بقى تخمر مرة واحدة بس بعد الفرد. جبت بقى طبق فيه دقيق ورشيت الصواني اللي انا هقطع فيها. انا على طول بعمل معاكم بالنخالة، بس المرة دي انا هعمل معاكم بالدقيق علشان في ناس كتيرة مبيبقاش عندها نخالة. والتسوية في الاخر هتطلع هي نفس التسوية، يعني لو فردتيه على النخالة زي اللي بتفرديه على دقيق. وهنشوف مع بعض كل الخطوات دي ان شاء الله. هنعمل بقى قطعة العجين قد الليمونة الوسط، ولو حباها بقى تكون اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. اهم حاجة ان احنا نظبط القطعة من تحت ونحطها في الدقيق، وبعد كده بنوسع بعيد عن بعضه علشان لسه هتخمر. العيش البلدي اللي احنا بنعمله النهاردة سهل للمبتدئين، وكمان الناس اللي ما عندهاش مطارح، وتقدري تعمليه لو انت قاعدة في اي مكان. يعني لو انت في مصر او بره مصر هتعمليه، وانت بقى واقفة في المطبخ هتعملي العيش البلدي، ومفيش اسهل من كده. على عين البوتاجاز، والعيش كمان كله هيرتفع. واي دقيق هينفع معاكي، دقيق اسمر او دقيق قمح او دقيق زيرو، او تخلطي الدقيق الابيض مع الدقيق الاسمر. انا عايزاكي بقى تعملي كميه كبيره وتفرزيها لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بعد بقى ما خلصت الكميه كلها هقوم بقى كده اغطيها بكيس علشان ما تعملش معايا طبقه ناشفه. تغطيها بقى بكيس او بفوطه علشان بس ما تنشفش معاكي. وبعد كده هنفرد بدقيق زي ما قلت لك. انا هفرد بقى معاكم كده نص الكميه بدقيق ونصها بالنخاله، وهنشوف التسويه في الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اهم حاجة بقى فرد الرغيف، يعني ساعة ما نفرد الرغيف منخليش جنب رقيق وجنب تخين في الرغيف. ونخلي بقى سمكه في واحد، يعني سمكه في الوسط، ما يكونش تخين قوي ولا رقيق قوي. لو فردت الرغيف ولقيتيه سمكه وساعي معاكي لميه بايديكي، يعني خليه مدور معاكي، وافضلي لمي فيه كده لحد ما يبقى مدور وسمكه يكون في الوسط. بعد كده بقى بتجيبي بقى طبلية او ترابيزة وتفرشي عليها ملاية عجين، وتحطي بقى العيش اللي انت بتفرديه علشان لسه هتسيبيه يخمر. انا عايزاكي تجربي في الاول حتى نص كيلو، وبعد كده اول ما يظبط معاكي النص كيلو تقدري بقى تعملي الكمية اللي انت عايزاها قبل شهر رمضان بيوم او باتنين وتفرزيه. النص كيلو دي هياخد معاكي معلقة خميرة، وربع معلقة ملح، ونص معلقة سكر، ونعجن بقى العجينة مظبوط. الكمية القليلة هتاخد معانا خميرة قد الكمية الكبيرة، علشان شغل الكمية القليلة بتخمر فبنقطعها فبتخلص معانا على طول. اما الكمية الكبيرة بتاخد وقت على ما بتخلص فبتخمر براحتها. خلي بالك بقى من المعلومة اللي زي كده. بعد ما خلصت الكمية كلها فردت بقى نصها بدقيق ونصها بالنخالة، غطيتها بالملاية وسبتها لما خمرت. اخدت معايا خمر ساعة الا ربع، وعلى حسب نوع الخميرة اللي انت بتعجني بيها، يعني ممكن تاخد معاكي نص ساعة، ساعة الا ربع، ساعة بالكتير. اهم حاجة ما تستعجليش عليه خالص وتقومي تسويه الا لما تلاقيه اختمر.
انا هشمع الرغيف في الطاسه وبعد كده هكمل التسويه على عين البوتاجاز. بس في الاول بجرب كده اول رغيف. اللهم بارك، العيش بجد بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه. اول رغيف طالع معايا تحفه. بسوي بقى تاني رغيف. انا بشمع في الطاسه علشان انا مش عايزه اقف وقت طويل على البوتاجاز. الطاسه بقى لو مش عايزه تقفي وقت طويل، وكمان لو عامله كميه كبيره هتخلصيها على طول. لو عايزه تستغنى عن الطاسه هتشمعي على المصفى وتكملي بقيه التسويه. وانا عاملاها معاكم كذا مره ان انا اشمع على طول على المصفى واسوي، يعني هي نفس التسويه. تعالوا بقى للتسويه المظبوطه. علشان نسوي والرغيف ما يتحرقش معانا وكمان المصفى ما تتحرقش خالص، بنوطي النار يا جماعه، ما بنخليش النار عاليه. كده كده الرغيف اول ما المصفى بتسخن بتطلع بقى درجه حراره للرغيف من الفتحات بتاع المصفى، كأنك بقى خبزاه في الفرن. واللهم بارك، التسوية طالعة بجد تحفة. الرغيف بقى شكله من فوق زي من تحت، يعني ما اتحرقش خالص ولا المصفى كمان اتحرقت. اهم حاجة التسوية تكون على نار هادية، ما نعليش النار خالص. وزي ما انتوا شايفينه كده انا هشمع معاكم الرغيف على المصفى. شمعت بقى الرغيف. اول ما لون العجين اختفى انا قلبته للجنب التاني. ادي بقى تسوية المصفى. عايزة اوريكي بس التسوية من فوق زي من تحت. الرغيف ما اتحرقش خالص وكمان العيش مرتفع. انا كده مش محتاجة ان انا اتكلم ولا اوضح حاجة عن عيش المصفى، كل حاجة واضحة قدامكم. العيش اللهم بارك بيتكلم عن نفسه. اهم حاجة بقى تسوية الرغيف، وعلشان المصفى ما تتحرقش معاكي خالص وطي النار خالص. يعني انا موطية النار زي الشمعة. المصفى كده كده اول ما بتسخن بتقوم معانا الرغيف، يعني كأنك خبزاه في الفرن، ويمكن احلى من الفرن بكتير، لان مفيش ولا رغيف مش هيرتفع خالص. لو سويتيه في الطاسة هقولك بقى فيه رغيف هيرتفع ورغيف لا. تسوية المصفى العيش كله بيرتفع فيها حتى لو عاملة 10 كيلو. وكمان علشان المصفى ما تتحرقش معاكي، يا ريت بعد ما بتفردي الرغيف خالص بتنفضيه من الدقيق او النخالة اللي انت فردتيه عليه، وبعد كده سيبيه لما يخمر. وهتكملي بقية التسوية على نار هادية. طريقته سهلة ومفيش اسهل من كده بصراحة. انا كده خلصت الكمية كلها. بوريلك بقى التسوية من فوق زي من تحت، وكمان العيش طري بعد السوا. واللهم بارك ارتفع كله. اللهم بارك بجد تحفة. من الاخر هتعرفي تعملي العيش البلدي ولوحديكي ومن غير ما تعملي اي مجهود، وانتي واقفة في المطبخ هتعملي الكميات اللي انت عايزاها. وبعد ما بتخلصي خالص بتعبيها في اكياس وتفرزيها. وبجد الرغيف مستوي حلو وهوريهولك من جوه. هفتح بقى معاكي رغيف ونشوف بقى التسوية من جوه. شايفين الرغيف اللهم بارك مستوي حلو من جوه، وكمان العيش كمان طري جدا بعد السوا. اهم حاجه بقى نظبط خطوات العجين وكمان الفرد والتسويه على نار هاديه، وان شاء الله هتخبزي بقى الكميه هتطلع معاكي مظبوط. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك.